السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في حاجة جديدة من قناتكم كورة في الميزو. قعدة خميس جديدة، قعدة أوروبية حافلة حافلة بالفضايح وبالإنجازات، بالكبير، كبير لندن، كبير العاصمة اللندنية تشيلسي. دي حقيقة. حقيقة باشا. تشيلسي وصيف الكبير، يعني هو كبير، يعني هو دلوقتي هو كبير بس الوصيف يا باشا. الكبير واحد أوروبي ولندني، وبص على أي أحد. الأرسنال الفيل اللي راكب الدوري، راكب دوري أبطال أوروبا بكرة ممتعة يا باشا، مش زينة كروي، ده أهم حاجة اللي أنت كنت بتتكلم. بس ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ أنت شفتش الجول التالت ولا إيه؟ الماتش حلو. انا مش بتكلم انا وحش عندي ورا، انا بس بقول لك انتوا بتلعبوا كوره حلوه، بس هو مش كوره حلوه. في إيه يا عم؟ شفتوا ارتيتا دار الماتش بتاع حلو الصراحه، بس خلاص دار الماتش، بس هو ما لعبش حلو. خلاص يا عم، أنا مالي يا عم؟ شفت الجول التالت؟ شفت الجول مش مهم يا باشا، بس شفت الاسيست. هو الجول التاني حلو الصراحه، الجول التاني اللي اتلعبت عرضيه برضه ده حلو، بس احلى جول الصراحه يمكن بتاع جول بايرن. طيب كويت كيميتش دي مش طبيعيه الصراحه، مش مهم. كيميتش الكروس دي حلوه الصراحه. ليه يا عم؟ مورينيو يرد عليه بتاعت ايه؟ او مش مورينيو، ديكلان رايس اللي هي حطها لمارتينيلي. ايوه بقول لك دي هي ماشي حلو، بقول لك دي احلى ماشي يا عم، بس هي يعتبر هي بس هو البايرن يعتبر هو ارسنال. حوار التقفيله بتاعته دي صعبه قوي، صعبه يعني. على فكره هو جون حلو، مش عارف ازاي اتحل يعني الوحيد اللي حلها هو كيميتش بكره عالميه. ايوه عالميه، مش حد بيعمل الكوره دي اصلا. وعايز اقول لك ان استلام اوليزي كمان 90% من الجول. جنابري اللي لعب الكوره اللي عمل جنابري الاساس ده جامد قوي، او الاستلامه، يعني الاستلامه اللي هو على الطاير ديت وحطها دي جامده فشخ الصراحه. عشان تكسر دفاع زي ده، نظام دفاعي زي دي، لازم تبقى عندك لعيبه توب كلاس بطريقه مرعبه، تقفيله صعبه كده. شفت يا باشا؟ طيب الاربعه بتوع الدوري ايه؟ الاربعه بتوع الدوري ايه؟ اربعه؟ لا تمام. ايه يا باشا؟ لا الصراحه التاكل يعني فرخه يا باشا، 4 تجوان، لعب مفتوح، مفيش كره ثابته. هو ما جاش اصلا. طيب يا عم كنت جه غلط، بس لا هو فعلا الماتش ده كان احتلال اصلا. انا مش هكذب، كان احتلال فعلا يا باشا. احنا فشخناهم، مسكنا الفرخه دي فشخناها. مالوش كوره بجنيه تقريبا، يعني الكوره اللي عملوها غلطه اصلا من زومين دي، غلطه يعني. ورايا حابب يقلد. هو صباح الفل، هو اوريدي يعني انا الكوره معايا، فالحارس بيطلع بيساعد. ايوه بس يعني زومين دي ما ينفعش غلطه زي دي، ما ينفعش غلطه زي دي. اوكي بس برضه في الاخر انت توتنهام ما رجعش في الجيم يعني هو غلطه دي يعتبر عشان ان هو الماتش كان خلصان. ايوه صح، التركيز كان اقل شويه. وكمان يعني الارسنال مسك توتنهام، كان ممكن يجيب اكتر من 4 اصلا يعني دفاع توتنهام ده مضحك يعني. 5 من باريس، او هاتلك فيتينيا، يعني هاتلك ايزي وهاتلك فيتينيا الاثنين ورا بعض، دفاع شوربه الصراحه. ننتقل على الدفاع الشوربه الاخر المضحك. 6 لا 7 في اسبوع. 7 في اسبوع في الانفيلد. 7 في اسبوع في الانفيلد، موضوع صعب الصراحه. دي كارثه كارثه بما تحمله الكلمه من معنى. مش هما مش ايه الليفل واحد دفاعهم مع عمرو. كنت لسه بقول لك قبل ال7 ديت، كنت بقول لك دفاع ليفربول ايه ده؟ لا لك وحش جدا. ايه ده؟ كوناتي ايه ده؟ لا كوناتي جول التالت مش طبيعي جدا. ايه ده؟ كيركيز الولد بيعدي من قدامه، بيتحرك من قدامه ايه ده؟ فريق وحش يعني. دفاع احنا قلنا في الاول كان هجوم ولا هجوم ولا دفاع ولا فيش فرق ولا اي شكل، وانت مش عارف انت تلوم على المدرب ولا تلوم على اللعيبه ولا تلوم على مين. هو كده اللعيب، او كده المدرب، وبعد كده اللعيبه. بس هو المدرب بجد، بس في حاجه، اصل انت معلش انت مش ده الفريق السنه اللي فاتت خالص. والله يعني انا كنت لسه بتكلم امبارح. انت اللي حاجه السنه اللي فاتت صلاح وضعف يعني المنافس، او الارسنال يعني اللي كان السنه اللي فاتت كان منافس مباشر ليك. الارسنال ضيع كميه نقط السنه اللي فاتت من فرق صغيره كتيره قوي. بس مش قصه ضعف، هو صلاح كان جامد، بس لا الفريق ما كانش بالوحشه دي. الفريق كان كويس، اللعيبه كلها كانت كويسه. ما اعرفش هو السنه دي المدرب وحش واللعيبه مستواها نازل في صلاح والله كان فرق. الفرق الصراحه الجباره كانت فرق يعني. بص لو الليفر كان بيكسب 3-0 4-0 عشان صلاح، يعني لو صلاح مش موجود كان يكسب 2-0 1-0. لا انا هقول لك على حاجه كمان. السنه اللي فاتت كان جامد. ايوه، وصلاح السنه اللي فاتت ساهم في مطوشه بنقط مباشره،
يعني انت فاهم سواء كاسيستاته او اهدافه. كان صلاح مثلا بيخلص شبه مثلا ماتش كان ساوثهامبتون تقريبا، ضربه الجزاء اللي كانت في الاخر خالص. كان ماتش شبه استون فيلا تقريبا برضو اللي خلصوا في الاخر خالص. معاك ان هو كده صح، كان فورمه مرعبه، كان جامد قوي، كان مرعب السنه اللي فاتت. انسى برضه دفاعهم ما كانش يعني كنا السنه اللي فاتت كان بيقول لك الريال كان عايز ياخده بسبب فان دايك حتى السنه اللي فاتت ما كانش بالوحشه دي. والباك اليمين كان ارنولد برادلي كان بينافسوا بعض. باك الشمال روبرتسون كان شويه يعني، وكان سيميكاس معاه. كان الدفاع كان كويس، منظومه الضغط كانت كويسه، وكان نص ملعبهم كويس قوي عن السيزون ده كمان. على فكره نص الملعب لسه موجود برضه، هو بس هو يعني حتى في الماتش اللي بيلعب نفس نص الملعب ده جارفنبرغ وسوبوسلاي وماكاليستر برضه موحشين. ايوه ما هو اللعيبه السنه دي السكواد مش عارف ليه يعني دي القصه بقى ليه يعني. اصلا يعني هو ما جدش جديد يعني. انت مثلا في اول السيزون كنت بتقول مثلا فيرتز وحش فعامل خلخله في نص الملعب. انت بقيت شلت فيرتز دلوقتي فبتلعب بجاكبو. هل لويس دياز يعني مقصر للدرجات دي؟ ما اعتقدش ان لويس دياز برضه فانت بتلعب بجاكبو وصلاح وشلت نونيز اللي كان عامل لك مشكله، حتى يعني كان وجوده شبه عدمه. انت جايب ايزاك وايكيتيكي يعني الاثنين، وايكيتيكي خصوصا كان مفير معاك في اول السيزون. فانت حاسس بداون جريد يعني غريب، ويعني غريب على السيزون، يعني غريب في وقت السيزون ده. يعني انت كنت بادئ السيزون انت بتكسب، كان مفاير. انا كنت بتكسب. بص انت كنت بتستقبل اهداف بس كنت بتجيب اجوان وبتكسب، فاهم؟ بعد كده مره واحده انت داخل بس قلب الدنيا. يعني 12 هزيمه. انت لعبت كام ماتش؟ اصل انت مستحيل تبقى يعني كملت مثلا 20 ماتش السيزون لسه. فانت 12 هزيمه في السيزون كتير قوي كتير قوي. وانت لولا ماتش ويست هام وماتش استون فيلا وماتش ريال مدريد اللي كسبتهم في النص دولت، انت كان هيبقى سلسله هزيمه ورا بعض، سلسله فوز غريبه يعني. شفت بيقول لك 20 خساره من اجل جوتا. دي حقيقه فعلا. بس هو فعلا انت لما تيجي تبص مثلا على طريقه اللعب اللي كانوا بيلعبوا بيها او شكل اللعيبه بتلعب وشكل اللعيبه اللي بتلعب قدام ريال مدريد، هتفهم ان اللي هو انا شايف اللي هو في الاخر النقطه الفرق هي الشغف. اللعيبه كانت نازله ماتش ريال مدريد في الاخر كانت عايزه تكسب، عايزه تاكل الملعب حرفيا. كان شايف الضغط على لعيبه الريال في الماتش ده، حتى وكان ماتش الريال كان وحش يعني نرجع ليه، ان هو اللعيبه فعلا كانت بتاكل النجيله حرفيا. يعني لولا كورتوا الماتش ده كان كسبوا سكور وكان عملوا حفله، بس هو كان في شغف غير طبيعي. تحس بقى لما لعبوا نوتنجهام فورست، حاسس ان هم كانوا متضامنين الماتش اللي هو قشطه نوتنجهام فورست في ارضنا وانفيلد وشون دايش بيدافع قدامنا مش هيمسك الكره ويهاجمنا. مره واحده استقبلوا 3 نفس الحكايه في بي اس في 3 وجون اتلغى كمان. وبي اس في مره واحده غريبه. ايندهوفن الدوري الهولندي. انت يعني قول مثلا نوتنجهام ممكن تتقبلها ان هو دوري انجليزي، فرقه في الدوري الانجليزي وفي الاخر برضو كانت السنه اللي فاتت مخسراك ومش عارف ايه، فانت ممكن تتقبلها. أيوة. انما ايندهوفن لا صعبه قوي. لا بقول لك صعبه قوي. في بقى هو يعني ممكن اللعيبه برضو داخله نسبه كبيره مع المدرب برضو، شغف اللعيبه بتلعب تحسها ميت، مفيش روح، مفيش هدف بالظبط. مفيش روح تلعب. معلش فان دايك بلانتي بتاع امبارح يعني بجد ومعترض زعلان. مفيش لعيب صغير بيرفع ايده كده يلعب كره دي. يعني لعيب صغير لعيب ناشئ صح مش كره زي دي يعني. عيب انت بعد الخبرات دي كلها وسنك تلعب كره زي دي حتى لو زقك. ايوه انت رافع ايدك ليه؟ مفيش حد بيقع كده صح، مفيش حد يعمل كده. انت بتعمل كده انت بتطفشها. ايوه لا حاسس ما طلعش اعمل كده. فلا اللعيبه مش مركزه، مفيش روح في الشغف، مفيش تركيز يعني. تحس ان ليفربول هو بينزل خسران من قبل ما يلعب الماتش بالطريقه يعني. هو انا نازل خسران، نازل مش ما عنديش الهدف او التركيز الكامل. لا انا عايز اكسب، عايز التلاتة بونت مع خلاص. انا بقيت انا ومانشستر يونايتد بقينا اكتر فرقتين معانا دوري انجليزي. فهل هو دوت هدفهم ان احنا خلاص تعادلنا مع اليونايتد؟ هل صلاح مقصر؟ هل كتلة النجوم
شبه ما حصل السنه اللي فاتت مع ريال ايوه مدريد. بس النجوم دي هتخليك تنافس في التالت. ب- انت مش عارف تستفيد من النجوم. انت عارف القصه، انت مش عارف أيوة، تستفيد أيوة. من النجوم اصلا. ما هي انت حاجه مش عارف غريبه. تدخل ازاك المنظومه، يعني ازاك يعني. لا دخل عشان شهر يناير، مش عارف تدخل المنظومه لحد دلوقتي. ما مش فاهم. الكتيكي كان مفاير مره واحده. مره واحده. انا غريب قوي حوار اكتيكي ده كمان. بالظبط. يعني فيرتز ده كمان، يا نهار ابيض. يا نهار فيرتز اللي كان مفاير مع البايرن ميونخ، كانت عايزه تدفع 150 مليون عشان تاخده. انت مش عارف تلعب بفيرتز. معلش وتشوف بيروح المانيا بيروح يعمل اسيستات أيوة. فانت هي مشكله مليون في المية في المدرب. واعتقد يعني المفروض يمشوه حتى لو اصل انت هتخسر ايه؟ انت وي تراست هيم. خسرت كل حاجه خلاص. انت بجد تطلع من كله. فانت الحق بيقول لك انقذ ما يمكن انقاذه. بيقول لك معجبين بستوكوغلو. لا مش هيجيبه والله. استقبلوا بتنهاج. ايوه هو لا مفيش حد هيجي من ده. هو هيمشي وهتجيبوا حد بقى مش على البال بقى. الله اعلم. بس حاسس لو هيمشي يورجن كلوب هيرجع تاني. الله اعلم. بس هو ما ينفعش يكمل بجد. فاهم ما ينفعش. شكلهم وحش. فلس. تشيلسي اللي اتكلمنا كتير عليه قبل السيزون ما يبدا، وقلت لك ان تشيلسي دوت يا هتلاقيه فاير يا اما هتلاقيه فس خالص، بعيد خالص عن المنافسه. هو تشيلسي ماريسكا بتاع ماتشات كبيره. الصراحه ماتشات كبيره اللعيبه بتركز. هو بالذات نفسه مدرب كويس في الماتشات الكبيره. هو بيرنلي يعني كسب بيرنلي. بس هو بيعترف في ماتش صغير. حتى ماتش بيرنلي برده كان هيحصل فيه مناوشات برده كورتين 3 بسبب في الاخر برده قصه الدفاع. يعني تشيلسي بجد فريق كويس جدا، وطلع الدفاع حتى بقى عنده باك شمال كويس جدا، باك يمين ريس جيمس ومانو جوستو كويسين مش وحشين. قلبين الدفاع هو عادي. ده اللي اتكلمنا عليه انا وانت قبل السيزون، ان هم الحارس قال ان العادي بكتير. ايوه ده الناس اللي اتكلمنا عليه. دي نقطه ضعف مميته عندهم. بس غير كده هم فريق حرفيا كويس جدا. مدرب الهجوم بتاعهم يعني يعتبر هو اكتر هجوم مسجل اهداف في الدوري الانجليزي على تقريبا. يعني هو الاول يا الثاني برضه على اكس جي. اكتر اكس جي. ايوه فعلا. فهو والكوره الثابته عنده برضه بيعرف يستفيد منها كويس قوي دلوقتي. هو فريق بوتنشال هيبقى بينافس كويس. بس بقى القصه بقى انك استمراريه وانك ما تقعش. والمدافعين يعملوا حاجه مثلا حاجه غير متوقعه، ان هو مثلا زي تشالوبا ده مره واحده يبقى مدافع جامد يعني عمل شيء ومره واحده فانا ده كويس. فانا ده ليه مستقبل كويس، بس هو اصاباته كتيره عشان كده مش بنشوفه كتير. فدول لو استمروا مش بعيد نشوف هو تشيلسي اللي بينافس ارسنال في الاخر. ايوه صح. وبعدين هو دلوقتي ماتش جاب ستانفورد بريدج يعني في الستانفورد، وهيبقى ماتش الجوله فرق 6 بونت يعني. انت يا تفرق 9 بونت عن تشيلسي مثلا، ولو السيتي كسب يبقى فرق 8 بونت عنه ولا حاجه، يا اما هترجع تشيلسي في المنافسه بالظبط. بس تشيلسي الصراحه فاجئتني ماريسكا، فاجئني قوي 90 دقيقه فرق. 90 دقيقه برشلونه ما جاتش. هو ما جاتش. طريقه اللعب اللي لعبوا بيها الصراحه 90 دقيقه ما جاتش خالص. هو جون في كوره فران توريس بس من بعد الكوره ما راحوش على الجون خالص. يمين يامال كوكوريا الصراحه فشخ. يمين يامال فشخه. مش مفيش ايه ده مفيش يعني 7 تجوان 4 يتلغوا و3 يتحسبوا. بقول لك لا وضغط طول الماتش وتركيز من كله في كل ثانيه تركيز. كايسيدو حرفيا اكل النص ده اكل. كايسيدو ده مش طبيعي بجد، مش بني ادم. كايسيدو انزو الصراحه السنه دي مع ماريسكا بوكس عالمي الصراحه. جامد قوي. انزو فرنانديز ده جامد قوي يعني الصراحه، من اكثر اللعيبه اللي معجب بيهم في الدوري الانجليزي. انزو واحد منهم. قال لك هو بيلعب تحت بوكس مش طبيعي. انت ما كنتش متوقع منه قبل السيزون من انزو ان هو يبقى فاير للدرجه دي عادي يعني، بس فاير للدرجه دي. كل الماتش تقريبا بيسجل يساهم، يكون هو بري اسيست. لازم يخش في اي زياداته الهجوميه مؤذيه للخصوم الصراحه. لعيب جامد قوي. يحسب لماريسكا اللي هو عمله، يحسب لماريسكا ان نجم الفرقه يعتبر بتاعه السنه اللي فاتت بالمر ما كانش موجود. جواو بيدرو برضه ولا لعب جواو بيدرو ولا ديلاب. لعب ديلاب في الاخر. لعب 3 أجنحة باشا. استغل تعالى في نيتو جرناتشو واستيفاو ونلعب بقى مهاجم وهمي بقى ولا جواو بيدرو ولا كل الكلام ده. فالصراحه لا، ماريسكا تحب تتفرج على تشيلسي السيزون ده.
تحب تتفرج مع تشيلسي بالذات معاه. ماتشات كبيره تحس اه. تحب تتفرج عليهم. نيجي للسيتي. السيتي تحسه دلوقتي يعني هو احسن من السنه اللي فاتت، اه بس السيتي عنده مشكله، يجي ماتش يلعب ويفوت ماتش، ماتش يلعب ويفوت ماتش. قدام نيوكاسل هم خسارتين الاسبوع دوت للسيتي، بس خسارتين مؤلمين لان هو الماتشين لعبهم حلو قوي، ويمكن أيوة. ماتش نيوكاسل كان احسن من هو ماتش باير ليفركوزن نازل اصلا بالتشكيله الثانيه يعني ما- ما نازل بالاساسي اصلا. الماتش بتاع نيوكاسل دوت كان ماتش كوره ظلموا فيه الصراحه. بلانتيين الصراحه. بلانتيين على الاقل بلانتي واحد بس، على الأقل حسب بلانتي على اللي فيهم. بس لا لعبوا ماتش الصراحه جامد قوي، وايدي هاو جامد قوي هو كمان. على ملعبه بس. لا بس لا هو بيلعب على ملعبه بس. الراجل ده فين دي هاو ده؟ لعب قدام ليفربول ماتش حلو، لعب قدام ارسنال ماتش حلو، لعب قدام السيتي ماتش حلو، لعب قدام برشلونه ماتش حلو. برشلونه خسروا على ملعبه، خسر من ارسنال على ملعبه. فايدي هاو بيلعب على ملعبه بس. هو عارفين لو تشوفوا بره ملعبه تحسه فرقه ثانيه يعني. هو خسر من مارسيليا. من مارسيليا 2-1. عارفين 2-1. اتفرج على الماتش، اتفرجت على الملخص بتاعه. هو المفروض 5-1 لمارسيليا. حرفيا ضيعوا الكور. بوبيانج ده بيضيع، كان ممكن يبقى هداف البطوله في الماتش ده. هو بره ملعبهم بجد. انا كام ماتش اللي اتفرجت على نيوكاسل السيزون دوت كانوا حلوين قوي الصراحه. هو عنده حق الصراحه في حوار ان ملعبه هو بيديله باور جامد الصراحه. ملعبه بيديه بحماسه مش طبيعيه. سانت جيمس بارك. فنيوكاسل الصراحه، او احنا ليه هنروح نيوكاسل؟ السيتي. السيتي الصراحه هم خسارتين، بس انت بتفرق السيتي. لا السيتي مرعب. السيتي كويس السنه دي. ايوه عنده امكانيات. اسمه ايه الحارس؟ دوناروما الصراحه القطعه اللي كانت ناقصه جوارديولا الصراحه. دوناروما ده جامد قوي. في كذا صحفي نزل تقرير عليه ان هو فاسد طريقه اللعب عشان ما بيعرفش يلعب رجله كويس. مش مهم يا باشا. هو بس انا دلوقتي جوارديولا اكيد هو بيجيبه، هو مقتنع وعايز اكيد انت عايز واحد يصد. انت زي خلاص بالحرس. الكوره زي ديت كانت ادرسون. معلش لو انت بتتكلم مثلا ظلم او حاجه، فلو ادرسون كان واقف ماتش زي دوت ما كانش هيصد كل الكور في كور صعبه كتير. دوناروما من ساعه ما جه وهو فارق قوي في حته الدفاع. أيوة. وفي حته الاهداف ديت. بتتفرج مثلا على ماتش شبه برينتفورد. كان برينتفورد هو كسبته 1 يعني السيتي كسبه 1-0، بس لو تصديات دوناروما كان ممكن يتعادل وممكن تخسر. ماتش عرب عادي في كذا ماتش دوناروما هو يعني خلاك السبب انك تكسب. اي نعم زي ما بندي حقنا لهالاند، وهالاند بياخد حقه وهو شايل الفرقه، فانت في راجل اسمه دوناروما هو شايلك ورا. دي حقيقه. هو بيشيلك كور صعبه. ماتش شبه الارسنال ده لولا وجود دوناروما كان الارسنال كسب السيتي بكل سهوله. كان كسبه بكل سهوله. حتى الجون اللي مارتيلي دخله يعني سجله في اخر لحظات في الماتش. الصوره دي منه اكتر بس. كان ممكن تتجاب، كان ممكن تصد، كان ممكن الكره ديت كانت دي كان هيبقى سبب انك تكسب الارسنال. أيوة. سبب انك تكسب ماتشات كتير دوناروما. فدوناروما انا شايفه الصراحه ان هو جامد قوي مع السيتي وهو هيفرق معاهم السيزون دوت. ومش معنى الخسارتين اللي اتعرض لهم السيتي الاسبوع دوت فان هو هيبعد او ان هو مش منافس او كل الكلام ده. لا انا شايف ان السيتي لا هو في المعادله وبشكل كبير قوي السيزون دوت. لسه بدري اصلا يعني. هو لسه في المعادله لسه حتى ما دخلناش نص الموسم لسه بدري. نيجي للمضحكين. توتنهام واليونايتد. اللي لسه مكملين ضحكهم من السيزون اللي فات. انضم ليهم ليفربول السيزون ده. واحد بيخش فيه 9 تجوان في ماتشين، وفي الاخر اسمه من ال6 الكبار في انجلترا. 5 من باريس، 4 منهم جامدين قوي فوق من ضربه الجزاء. 4 جامدين قوي. الولد التاني ده يا لهوي. هو اول جول الصراحه مش طبيعي بجد. والتاني هو التاني حلو. التاني ممكن تشوف اللعيب يحطها عادي. اما الاول انا استغربت الكوره ما حدش ارتوه. انا استغربت ان الكوره وعطيتها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ مش طبيعي فيتينيا ده. مش طبيعي قوي. لعيب جامد قوي فيتينيا ده. وضربات الجزاء ماشي وارتوهات ماشي ولعب ووزع. جاي فشخ الصراحه. جامد قوي فيتينيا والله. جامد قوي فيتينيا.
وايزي حط هاتريك هو كمان. فتوتنهام بعد ما كانوا برضه انتوا شايفهم سكريبت غريب الصراحه. بعد ما كان توماس برضه لا اللعيب كان هيروح عندهم، للعيب راح لارسنال. هو ايزي كوره سكريبت بطريقه يعني هو ايزي سينما يعني. اللعيب كان هيجي لك خلاص في اخر دقيقه راح للتاني وجاب هاتريك. حاجه غير متوقعه خالص يعني. كولومواني حط جول في باريس سان جيرمان هو كمان. لا جولين واسيست. او جونين حط جونين في باريس. فلا هي سكريبت فعلا. انت بتتكلم سكريبت لا. فتوتنهام يتعرض لخسارتين هو كمان. كملت فرق الدوري الانجليزي. اليونايتد اللي لسه كان جه اتصالحوا النهارده. نزلوا فيديو النهارده هو في التمرين، هو كين وكان جاي ماسكين لابسين جراسات المصارعه في نص التمرين وبيعملوا كده. بعد كده هزروا بعض يعني. نزلوا الفيديو ده يعني كان فيديو لذيذ الصراحه. فهي اللي هو ادينا كلام ايوه وكان كسبوا في الاخر. ايوه يعني بيكتب يعني طرد عليهم طرد غريب. يعني المفروض الفرقه ديت تتزلزل باللي احنا طرد مننا لعيب مننا وما اتخذش يعني مثلا ما جابليش اصابه مثلا ولا ما عملش جريمه. لا ده طرد مننا فينا. انت فاهم؟ كان بيجيب جون وبيكسب وبيقفل بس جون صعب قوي يعني. جون صعب قوي يعني بجد يعني صعب قوي الجون ده. وبيكفورد شال كورتين مش في كوره. لا الكوره اللي راحها في اخر الجون عمرو اللي بالهيد دي انا شايفها الكوره دي جون. بيكفورد كمان كل سنه دي ماتشين 3 كده يعمل اللقطه صح. وراح الانجلترا يلعب. هو بيكفورد. لا بس الصراحه الكوره ديت هي لو اتعدت من مره الكوره دي هتخش جول. يعني وخصوصا ان بيكفورد اللي مش طويل يعني مش من الحراس مثلا الطويله اللي هو مثلا لو كده مش محظوظ كوره يعني. وبرونو ضيع واحده على برونو هو مش محظوظ خالص يعني. بس بصراحه اليونايتد احسن من السيزون اللي فات اكيد 100% يعني. في هويه عارف يعني على الاقل انت بتحاول انت اي نعم انت ما كنتش مستني ان اليونايتد مثلا هيكسب ويخش التوب 4 او التوب 5 بس الثلاث اربع ماتشات اللي كسبوهم ورا بعض كانت تهيأ لك ان اليونايتد قادر يعود قادر يرجع. بس اللي انت مستشفه ان اليونايتد حلو بس مش هينافس. والمركز ممكن يجيب مركز الدوري كله قريب من بعض حرفيا. الدوري كله قريب من بعض على بعض نقطه. النقطه تطلعك السما نقطه تنزلك في الارض. صح الدوري كله لازم في بعضه. بس يعني انت بتتكلم على النقط السهله اللي اليونايتد بيضيعها سواء قدام فولهام سواء قدام ايفرتون. ماتشات زي ديت يعني يعتبر انت داخلها المفروض هي سهله بالنسبه لك على الورق. انت على الورق بس الماتش بيفرق الصراحه وخصوصا على ارضك يعني انت بتضيع نقط كمان على ارضك غريبه. فالموضوع انا شايف ان اليونايتد هو كويس احسن من السيزون اللي فات مليون في المية مع اموريم. بس موضوع بقى المنافسه او كده فلا الدوري الانجليزي السنه دي مولع الصراحه مولع وميحيح والدنيا صعبه قوي. نروح الناحيه الثانيه لريال مدريد وبرشلونه اللي الصداره ما بينهم تقلصت لنقطه. وشتان الامر ما بين الدوري الاسباني وما بين دوري الابطال مع ريال برشلونه اللي في افتتاحيه الكامب نو تكسب 4-0. افتتاحيه الكامب نو مستحيل يخسروا يا عم. ايوه مستحيل يخسروا. هي ما كانتش افتتاحيه يعني هو بقى لهم 3 سنين ولا سنتين قافلين الكامب نو علشان معلش تعمل لي الحمامات. هو محترم يعني ما اتغيرش انا حاسس ايوه هو ما بقول لك عمل لك الحمامات. قلت من بره اتغير ولا اي حاجه مش عارف هو عمل فيه ايه الصراحه. بس ما علينا. انا بالنسبه لي الماتش ده مفيهوش اي حاجه. هو ماتش بيلعبوا الولا نيكو ويليامز اوناي سيمون اوناي سيمون ما شاء الله. دي كانت مخرومه حرفيا. هو كان هريدي واقف عارف هريدي في فيلم عادل امام. هو كان هريدي واقف حرفيا كل من تحت ايده بتخش وكره بتاع ايه العبط ده. فهو كده اوريدي الماتش متوقع كان يكسبوا بسكور. فهو ده اللي حصل يعني. تشيلسي ولا كان صعب عليهم. بس القصه بقى الناحيه الثانيه بقى في الريال اللي ضيع فرق 3 نقط ولا عموما يعني قدام فرق إلشي اللي هو يعني انت اتفرجت على الماتش ده هتقول إلشي اللي هو كان ريال يعني. إلشي هو الريال اللي بيلعب مش العكس. ماسكين كوره بساط. كوره فينيسيوس ده جون ولا ايه؟ جون فينيسيوس فيه عليه الصراحه فيه عليه. بس هو ناكي بيلا طلع قال ده تدخل عادي مش عارف هو ليه قال كده. بس استغرب يعني. بس هو طلع ده تدخل عادي بيحصل في الماتش عادي مش عارف هو ليه قال كده. بس هو خلاص قال كده خلاص الجون يتحسب. بس هو فيها عليها ولو اتلغى السبب شو لا يعني في الاخر عشان هو انت ممكن تشوف دخل على الحارس
بس هو ما دخلش عليه بقوه، هو دخل عليه باندفاع الكوره، تتحسب فاول ممكن تتحسب فاول عادي. وفي حاجه في حكام تعديها بيعدوها عادي. عموما يعني مش ده الفرق انك توصل اصلا للمرحله دي. فرق المشكله عندي انك وصلت للمرحله دي في الماتش. ايوه انك انت اللي بتخسر، انت تيجي ورا النتيجه بالظبط. انت الفريق تحسه عنده الشغف، تحسه فرق 15 نقطه عن برشلونه مثلا، مش مهم. ايوه الصداع اللي بيحصل من الاعلام ان تشابي الونسو ماشي، اللعيبه عامله مشاكل، عصابه عليه. ايوه والعبط ده كله، فاهم؟ المشكله الحاجات دي تصفى فيك. اكيد طبعا، اكيد طبعا. بس الحاجات دي مع اي تعادل او اي خساره ايوه بتظهر بقى زلزال الدنيا. وتفايلر وحاجات طبعا. مش طبيعيه يعني. سوبر امبابي في دوري الابطال قدام اولمبياكوس، الماتش برضه انت كسبان 3-1 يعني، هاتريك في 7 دقايق. بس انا عندي ملحوظه بس في الماتش ده، يعني انت الماتش بتاع اتشي انت لعبت ببلينجهام وجولر. انت الماتش بتاع اولمبياكوس امبارح عدى بلينجهام دكه. الفرقه الشوط مش من دقيقه لغايه 60 قبل بلينجهام ما ينزل، الفرقه كلها فرقه تحفه، فرقه بتلعب. لما جولر بيلعب 10 بيلعب تحت المهاجم. ايوه باشا، احنا بنروح بدل الهجمه بنروح 6000 كوره بنروح على الجون. يعني خلاص واضحه يعني الشمس الأعمى بيشوف ان جولر ما ينفعش باشا يتحرك من مكان 10 ده. ما ينفعش ترجعوا لي 8 او ترجعوا لي 6 يرسل من تحت. ايوه عشان خاطر بلينجهام لا شكرا، يقعد دكه يا يقعد 8، ومش هينفع يقعد دكه، انا عارف مش هينفع. يبقى ترجعوا لي ورا. اما ما ينفعش الاخ جولر ده يرجع ورا يستلم، جولر ده تحت المهاجم، هو قدام الجون يباص بقى يجيب اجوان. امبارح امبابي راح ب 7000 كوره، في منهم اوفسايد بس بنروح. احنا كنا الماتش اللي فات ما كناش بنروح اصلا. صح، كنت حاسس فيها عقم هجومي مع ريال مدريد، مش عارفين نروح. ده لولا اتش ده احنا ما كناش هنكسبه لولا ارنولد. كوره عرضياته بنت اللذينه بجد. بدا ارنولد يشتغل دلوقتي، عرضياته دي اللي كسبتنا الماتش ده. ولا اوفراته سم ايه ده مش طبيعي. بس ارنولد برضه المساحه الدفاعيه اللي ورا بيسيبها دي مش باك يمين في ريال مدريد كده، الدفاع كان كويس. فانت تعودني في الهجوم قشطه، مش مهم، ما عنديش اي اعتراض. بس اللي كان بيحصل ده ما ينفعش. الماتش الجايه بلينجهام يبقى مركز 10 عن جولر، مش هينفع. عشان لما بلينجهام نزل الفريق اتعطل تاني، وده اللي يعطل تاني، ومستنيين بقى الاخ يلف لفته لا مش حلو. مش حلو في المركز ده خالص مقارنه بجولر. الاخطاء الدفاعيه الكتيره اللي بدات تظهر على عكس اول السيزون. يعني اول السيزون كنا بنشيل بالدفاع، المنظومه الدفاعيه اتحسنت، ما بقتش الضغط بقى عالي. ريال مدريد ما كانش بيستقبل اهداف كتيره. ريال مدريد دلوقتي في ماتشين داخل فيه 4 اجوان، مش موجود بس، او 5 اجوان كمان. ميليتاو مش موجود. ميليتاو الصح كان فاير السنه دي يعني، الفتره اللي لعبها دي. ميليتاو موجود هتلاقي دفاع كويس. وروديجر روديجر لسه ما لعبش مع تشابي الونسو. ايوه ما يجي. بس هو اللي شايفه من اول السيزون ميليتاو هو العنصر الفارق مع فريق مدريد من اول السيزون. اسينسيو مستواه وحش قوي. هو مش وحش، بس هو امبارح اخذ خبر متوفى. انا عرفت لما طلع فصباح الفل يعني. أيوه. مش هكلمه يعني. هو الماتش اللي فات بتاع اتش اللي لعب حلو جدا. هو في الجول الثاني سابه، بس مجملا لعب حلو. المفروض تحط حمل على هوسن ده جايبه 50 مليون. انت المفروض تديني يعني. هوسن ده بيلعب كوره برجله بس، طب انت مش هتدي دخل دفاعي تقطع كوره. هو وحش قوي في الحته دي. المتكامل في الحته دي كلها هو ميليتاو، بيلعب برجله كويس. ميليتاو دفاع مش طبيعي. ومفاجاه اساسا ان ميليتاو يلعب حلو اصلا السيزون ده يعني انت ما كنتش مستني من ميليتاو. الراجل رجالك من 2 صليبي ورا بعض، فانت ما كنتش مستني منه حاجه. ظاهره اصلا. بقول لك انت ما كنتش مستني منه حاجه يعني. ميليتاو للاسف يعني غيابه يعني 80% من الدفاع هيبقى وحش. 80%. هو ميليتاو هو اساس الدفاع بتاع الريال للاسف يعني. هو وقع يبقى انت وقعت. انتر ميلان اللي خسرت قدام اتلتيكو مدريد برضه حسيت ان في الاخر خالص كده برضه يعني. علشان يبقى الارسنال منفرد انفراد تام. نرجع للارسنال الكبير المنفرد ب3 بونت، وضمن تقريبا خلاص يعني مكانه في ال8 الكبار. فاضل له ماتش يعني لو كسب الماتش الجاي خلاص يبقى ضامن ان هو موجود مع ال8 الكبار. لو كسب الماتش الجاي قدام تشيلسي يبقى بنسبه كبيره برضه بينفرد وبيبعد في صداره الدوري الانجليزي. يبقى عندك شويه اريحيه انك حتى تريح اللعيبه ديت شويه، ما يبقاش عندك الضغط الكبير قوي اللي هتلاقيه اصلا الشهرين اللي جايين دول. الاسبوع الجاي تقريبا اصلا ماتشين دوري. لا لسه الاسبوع اللي بعده ماتش الدوري في بوكسنج اللي هي بتبقى الاجازه اللي قبل راس السنه ديت.
فقبل الضغطه ديت كلها لو عرفت تعدي ماتش تشيلسي كمان تبقى كسبت توتنهام بايرن ميونخ تشيلسي، اسبوع انت خلاص يعني. بص بالنسبه لك انت كده ايه، عديت من 80 90% من الدور الاول، انت عملت الهدف اللي انت عايزه. عملت كل حاجه. الارسنال المستوى هو الأقرب الصراحة. يعني مستوى ثابت. بدات تشوف نتيجه المشروع بتاع ارتيتا. بدات تسكت الناس كلها اللي كانت بتشكك فيك، بدات انك تستعيد هيبتك اوروبيا ومحليا. اتمنى ان ارسنال يفضل على الخطى دوت. مش بيستعيد هيبته الاوروبيه، هو بيبني هيبته الاوروبيه عشان ما كانش فيه هيبه اوروبيه اصلا. عشان هو دي حل الفكره دي. هو بيبني، هو مش وحش، هو كويس، بس هو بيبني مش بيستعيد عشان ما كانش فيه اصلا حاجه. باشا مش مهم ناخد الاولى عادي يا انا باشا. بقول لك ايوه، انت بتستعيد. شرف ليا، بتبني. شرف ليا ان اخد الاولى في 2026 عادي يا باشا. حقك. ان شاء الله تبقى سنه الخير عليا. خلي بالك اللي بيطلع اول في دوري الابطال مش بياخد. ليفر زي ما انت عمالها بتلعب الدور 16. باشا ليفربول اديك قلتها خلاص. ماشي، كان اول دوري برضه. مش مهم. ان شاء الله هنتوج بالمحليه وبالاوروبيه، ونيجي هنا عمرو يخرس شطب شطب شطب. لو حصلت انا هجيبك هنا قدام الكاميرا اقعد بص. تكسب الدوري كده. واوروبا لا صعب صعب. واوروبا صدقني صعب. افكرك يوم 27/11 الساعه 11 لما بنحتفل دلوقتي بالقضيه ممكن بتاعت قفشه بالذكرى الخامسه. افكرك انت قلت ايه. تمام. صعب. بس كده نبقى وصلنا لحد اخر حلقتنا. ما تنسوش اللايك السبسكرايب. سلام. هنكسب يا باشا. ليه يا عم؟ ليه يا جدعان؟ النوك اوت احنا دفاع جامد. ايوه دي احنا دفاع جامد.